السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وحشتوني كتير اوي اوي يا جماعة. كل سنة وانتم طيبين طبعا. ودي طبعا ده كان تنظيفي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. عاملين ايه يا جماعة؟ وحشتوني كتير اوي اوي والله. النهاردة بقى قلت اكمل لكم بقية الفيديو. ده الجزء التاني طبعا من الفيديو بتاعي. يا رب يعجبكم وتقولوا لي ايه رأيكم. انا كنت طبعا منضفة الصالون بتاعي امبارح، بس للأسف ما كنتش صورته. طبعا الشباك باين شكله مش لطيف كده لان ما فيش ستارة عليه. انا اشتريت الستاير اللي هي بتاعة الولاد اللي انتوا فاكرينها طبعا، اللي هي الستاير اللي كان عليها صورهم اشتريتها. فقلت ان شاء الله هجيب لهم بقى ستاير عادية خالص واحطها، عشان شكل الشباك مش لطيف خالص. حاسة ان الشباك عامل زي الاقرع كده، فما خدتش انا على على الاشكال دي كده. المهم بقى يا جماعة، انا كنت غسلت بقى المفارش ومسحت الارج بتاعي ده امبارح. عايزاكم يا جماعة تقولولي ايه رأيكم، اشتغل الارج خالص ولا شكله حلو كده اسيبه؟ استنى رأيكم طبعا في الكومنتات وتقولولي ايه رأيكم فيه، اسيبه ولا اشتاله. المهم بقى نضفته كده ومسحته وغسلت بقى المفارش بتاعتي والحمد لله، والدنيا بقت تمام. وطبعا انا جبت بقى طقم الفازات اللي كان على البار حطيته. مسكت طبعا الترابيزة مسحتها كويس جدا، وحطيت المفرش بتاعي غسلته، كنت انا غسلاه والجو كان وحش قوي قوي بصراحة. فعشان كده بقى انا كنت بقى بطلع كل شوية البلكونة اشوف الحاجة نشفت ولا لا. فلقيت الطقم ده شكل الصالون بالظبط، شفته ماشي مع بعض وشكل اللون وشكله حلو للصالون. فقلت لا احطه بقى في الصالون وربنا يستر على مليكة ما تكسروش ليا. فقلت انا اللي كنت هكسره اهو. فانا قلت بقى اشتغله واحطه بقى في الصالون كده ايه، يعني تغيير بقى برضو. يعني احس ان انا عملت تغيير كده تجديد، عملت اي منظر. طبعا الكرسي انا حطيته جوه كده خالص، ليه؟ عشان خاطر لما احب افتح الشباك بتاعي، لان ما كنتش بفتحه خالص. هو مش باين طبعا، هو محطوط كده. بس ان شاء الله ابقى اشده تاني وابقى احطه. ومسكت بقى الصالون بتاعي ظبطته ونضفته كده. كان ده بقى شكل الصالون. قولولي ايه رأيكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. جبت بقى الشجر الجميل ده اللي انتوا شايفينه ده، انا جايبه اتنين يا جماعه. قولوا لي ايه رايكم في ذوقي، حلوين ولا لا؟ فاول مره بقى ان انا احطهم، فانا حطيتها بقى على الارض كده وفردتها وعملتها لقيتها مش باينه قوي على الارض. فجالي فكره حلوه كده ان انا احطها على الارض، اشتري الرف الازاز ده واحطها عليه. قولوا لي ايه رايكم، الفكره كده احلى ولا على الارض احلى؟ هستنى برضو رايكم وتقولوا لي ايه رايكم في في الشكل اللي انا بعمله. بس بصراحة يا جماعة، وعلى الأرض شكله رايق أوي وشكله جميل. مين بقى نكش زي حالاتي كده وعمل تغيير كده وعمل تجديد؟ ده طبعا الروتين بتاعنا اللي احنا بنعمله على طول. فايه رأيكم فيه؟ فهستناكوا بقى تقولولي شفتوا شكلها عامل ازاي. ايه رأيكم، كده على الأرض أحلى ولا على الأرض؟ فاشتلت المفارش بتاعتي دي، حسيت ان هي شكلها مش لطيف ابدا تحت الفازات بتاعتي. فاشتلتها طبعا وحطيت مفارش زغنطوطة كده عشان تدينا منظر احلى. المفارش الزغنطوطة دي طبعا النكشة الأوضة بتاعت الولاد، فلسه ان شاء الله في الفيديو الجاي هوريها لكم برضو. فايه كانت كده احلى، شفتوا بقى كده شكلها بقى احلى ولطيف، والمفرش شكله رقيق عن المفرش التاني، شكله عطى منظر جميل. بذمتكم شكلها حلو كده. قولوا لي ايه رايكم، وقولوا لي رايكم في ذوق ايه يا جماعه، حلوه الفازات بتاعتي دي ولا لا؟ الحاجات دي انا كنت جايباها يا جماعه وعيناها والله. يعني انا بحب اشتري الحاجه وعينها كده، يعني كل حاجه بتطلع في وقتها، مش بطلع الحاجه في ساعتها، لا كل حاجه بتطلع في وقتها والله. فقولوا لي بقى ايه رايكم، شكلها لطيف صح؟ المهم بقى نرجع بقى لموضوعنا كده. خلاص خلصنا بقى الصالون بتاعنا وخلصنا بقى المنظر الجميل ده، انا حبيت اوريهولكم. دخلنا بقى على على التسييق. ده طبعا القماشة اللي انا بطوق بيها وبعمل بيها، قلت لا مش هرميكي ابدا، خليكي فوق دماغي. يعني خسارة ان انا ارميها. كنست كنيس حلو طبعا، وسيقت بقى بالشرشوبة اللهلوة بتاعتي. وبعد ما خلصت تسييق، سبت الارضية لما نشفت معايا خالص. وبعد من كده بقى احترت في الفرش، افرش ايه ولا احط ايه ولا اشتغل ازاي. الفرشة بتحيرني بصراحة يا جماعة وبتزهقني برضو، فانا حبيت اعمل تغيير برضو كده ليها.
فحطيت بقى ان الفرشة ديت، لقيت شكلها حلو ولطيف وكل حاجة، بس قلت هرجع احط معاها ايه، شكلها يعني لوحدها كده غلبان كده، مش لطيفة لوحدها. وطبعا شكل البلاط مع المنظر مش لطيف خالص، يعني لون البلاط غريب شوية. المهم بقى انك حاطه بقى الكركبه بتاعتي على الكنبه ديت، دي المفارش اللي انا غسلاها، والمفرش اللي انا بفرشه على الكنب بتاعي انا كنت غسلاه طبعا. فهشتغل بقى كل الكركبه ديت وهحطها تاني وهظبط الدنيا معاكم. بس قولولي رايكم، المكتبه حلوه هنا كده ولا اشتغلها؟ انا حاساها برضو مش لطيفه شويه، مش واكله الجو معايا. حابه ان انا اشتغلها واحطها في الصاله، فقولولي ايه رايكم، احطها بره في الصاله ولا هنا شكلها احلى؟ استنى طبعا رأيكم يا جماعة، برضو رأيكم يهمني والله. يعني انا بحب ان انا اغير على طول كده، هي الحاجة زي ما هي، بس انا بحب ان انا اغير. طبعا خدت بالكم من منظر الحيطة ان هي شكلها متبهدل شوية. طبعا الابلة مليكة مسكت لي ورق الحائط اللي انا كنت حاطاه ده قطعته. فانا بفكر ان انا اجيب معجون، عارفين انتوا المعجون يا جماعة، بدل الورق واعمله شكل البلاط بالظبط، يعني اعمله زي ما هو ايه شكل الطوب ده، اعمل الشكل ده. فاستناكوا تقولولي برضو هتبقى فكرة حلوة ولا لا. المعجونة هتبقى ثابتة وحلوة، او جبس على فكرة يا جماعة، ممكن جبس برضو. المهم بقى أنا خلاص كده فرشت بقى الانتريه بتاعي، الصالون بتاعي، الكنب بتاعي، المهم اللي انتوا بتقولوا عليه الريسبشن ده ولا اسمه، معلش طبعا في الكلام. المهم فرشته بقى يا حبايبي وحطيته، والسجادة كانت هتقلبنا على وشي، وكان هيبقى منظري حلو اوي قدام الكاميرا بصراحة. فانا بقى عدلتها طبعا، حطيتها وعدلتها طبعا، هي معوجة منها كانت مركونة يا جماعة وكده. فقلت يلا اهو تغيير شوية. بعد من كده طبعا هغسل السجادة، يعني انا بغسل السجادة. تقولي بتغسلي السجاد في عز الشتا ازاي؟ اقول لكم والله يا جماعة انا بغسله وغسلاه اصلا، اللي انا كنت فرشاه ده كله غسلاه. والجو ساعة ما بيغمي بقى اطلع اشتال واحط تاني السجاد. وعايزه اقول لكم والله ان انا غاسله المشات ولسه محطوطه في الحمام سايباها تصفى طبعا. فالسجاده الحلوه الجميله بتاعتي ديت انا مش عارفه طبعا احطها فين، لان جيت احطها هناك عند الباب لقيتها مش نافعه، فهحطها بقى عند الصالون وامر الى الله. جيت بقى على البار بتاعي ده، مسكته طبعا مسحته مسحه حلوه كده معتبره. يعني هو مش عشان رمضان داخل ننضف وخلاص، احنا بننضف على طول والله وبنروق على طول. فمسكت بقى المفرش بعد ما غسلته كده وحطيته، انا عارفه ان هو عايز مفرش فاتح شويه، فحسيت ان الهلال بتاعي ده مش مظبوط كده. رجعت لفيته تاني عشان يبقى مظبوط عند الكاميرا كده، لفيته ايوه لفه مظبوطه كده. فقولولي بقى كده احلى ولا لا؟ حسيت الشكل مش لطيف برضو، جبت برضو فازتين زقنطتين كده وحطيتهم. فانا بفكر ان الطقم بتاع الفازات اللي هو كان على البار امسكه ارشه كده رشه الاول واظبطه، وبعد من كده ارجعه تاني على البار. هيدي منظر احلى لما انا اغير شكله واغير لونه وحاجه تجديد يعني. او اجيب مثلا بخاخة سبراي اي لون انت حباه وهغير لونه، هيرجع احسن من الاول طبعا وهيبقى جديد. فقولولي بقى ايه رايكم في الشكل في الشقه وشكلها عامل ازاي؟ بقت شكلها لطيف وجميله وبقت رقيقه بعد ما فرشتها كلها. طبعا ديت القماشه بتاعتي اللي انا بطوق بها مش هرميها، تفضل معايا على طول. دخلت طبعا على المطبخ بتاعي، مسكته روقته طبعا ونضفته ومسحت الرخامة مسحة حلوة كده، واشتلت الفازة بتاعت الحزينة الكئيبة اللي كانت محطوطة دي لوحدها، شلتها خالص. جبت مفارش رمضان اللي هم اصلا بتوع التلاجة، فما نفعوش بصراحة في التلاجة، فقلت لا هحطهم على الرخامة، يعني لازم نستنفع بقى. ده تلفزيون ابويا الله يرحمه يا جماعة، يعني انا معتزية بيه شوية، مش راضية افرط فيه ابدا ولا اديه لحد. فانا حاطاه معايا في قلب المطبخ كده بيسليني، هو شغال على فكرة والله مش بايظ ولا حاجة. فحطيته بقى مسحته كده مسحة حلوة وحطيته في جنب. فدي المفارش جبتها وحطيتها كده كمنظر على الرخامة، ثبتها كده لان انا مسحة الرخامة بمية، فعشان كده هي ثبتت معايا، هي مرفوعة من الجنب. شفتوا بقى شكلها حلو ازاي، وحطيتها بقى على الرخامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. اذكروا الله كده يا جماعة، اهم حاجة طبعا، صلوا على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. فحطيته طبعا بقى هنا كده، ضفت بقى المفارش التانية وحطيتها، وكان الشكل لطيف برضو عجبني. هستناكم برضو تقولوا لي ايه رأيكم، الشكل حلو ولا لا.
المهم بقى جبت الفوانيس اللي انا كنت عيناها السنة اللي فاتت، يعني رمضان بيخلص بعين الفوانيس تاني، هي مش هتعيط ولا هتقول لا. مش لازم كل سنة نشتري فوانيس ونشتري حاجات من دي يا جماعة. الحاجة مثلا خلاص وقتها خلص نشتلها ونعينها لما يجي ميعادها تاني. المهم جبتهم بقى الفوانيس بتاعة البلاستيك دول. شلت برضو الوردة ديت، حسيت برضو ان هي شكلها مش واكلة الجو برضو مع البكار والمدفع. جبت الفوانيس بتاعتي اللي انا كنت عايناها. جبت طبعا الفازة بتاعتي الكبيرة ديت اللي هي كان فيها الورد المجفف. شلت شوية ورد مجفف كده وحطيتهم، قلت يدوني منظر برضو. يعني لقيت الورد كتير فيها، هي طبعا المفروض تحط فيها حلاوة ملبس، بس طبعا لما نبقى نشتري بقى الحلاوة والملبس ان شاء الله ده لو احنا جبناهم يعني. المهم قلت اما احط الورد المجفف ده ايه منظر يا جماعة وخلاص. بعد من كده بقى احطهم زي ما انتوا شايفين كده على المفارش عشان يديني منظر حلو. وكل سنة وانتوا طيبين يا جماعة، وقولوا لي ايه رأيكم. رمضان كريم ويعود علينا الايام وعليكم بخير يا رب. وربنا كده ما يقطع لنا عادة ويصلح حالنا ويصلح حالكم، ويجعلها ايام خير وهنا وسعادة علينا اللهم امين. وارحم موتانا واشف مرضانا اللهم امين يا رب العالمين. اذكروا الله دايما يا جماعة، ووحدوا الله دايما. وانتوا طبعا على طول ما انتوا قاعدين تسبحوا طبعا. ربنا يبعد عننا وسوسة الشيطان وأذية الناس أو أذية أي حاجة وحشة. قولوا أمين يا رب، قولوا أمين. المهم بقى كنت جايبة جبنة فلاحي، ايه رأيكم في الجبنة الفلاحي وشوية فلفل كده حمر كده شطة عشان نحطهم في المش. غسلتهم غسيل حلو واسيبهم طبعا لما ينشفوا. لازم يتحطوا في الشمس يدبلوا يا جماعة، لازم الفلفل يدبل قبل ما تحطيه في المش. فغسلته بقى وسبته ينشف خالص ونشفته، وبعدين هحطه في الشمس يدبل. دي الجبنة بتاعتي لازم أنا احط لها ملح كده اشرشرها شوية. وهنا بقى المش بتاعي العسل ده عشان انا خدت البرميل بتاعي. سقطت بقى الجبنة بتاعتي بالراحة كده عشان ما تتكسرش مني. سقطتها في قلب برميل المش. اتفضلوا معايا يا جماعة، اتفضلوا مش يا جماعة. ده احلى مش ده والله، وريحته كانت طالعة ايه ما شاء الله جميلة جدا. البرميل ده كان مليان مش كتير، بس طبعا كل ما بحط الجبنة كل ما كانت المش بيطلع لفوق، فبقيت انقص منه على طول. فده كان بقى البرميل بتاعي الجميل ده. وقولوا لي ايه رأيكم في المش. الدنيا بتشتي ولا ايه؟ يلا ربنا يجعلها ايام خير وهنا علينا يا جماعة، قولوا امين. الدنيا بتمطر بره اهو. كان نفسي اوريكم المطره بس للاسف احنا في الجو ضلمه دلوقتي مش هتشوفوا المطره خالص. ده كان الشكل النهائي بتاعي، وقولوا لي ايه رايكم. وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد. يا رب يكون الفيديو عجبكم ونول اعجابكم طبعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.